الهلال يحقق فوزا صعبا على الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين. نجح الهلال في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور ال16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على فريق الجبلين بهدف وحيد دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسة الدور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويعاني الهلال في الآونة الأخيرة من سوء الأداء والنتائج، خاصة بعد أن فشل في تخطي الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا والتعثر في الجولة الماضية في الدوري السعودي أمام نمك. ليواصل الهلال نزيف النقاط في الدوري السعودي فيما تمكن من الفوز بصعوبة في غياب نيمار دا سيلفا اللاعب البرازيلي عن هجوم الفريق في مباراة الجبلين. لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة ومتابعة